ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قضية المرأة نقتصد شوية. المرأة اللي عاملينها لنا رأس حربة كل ساعة يقولوا الإسلام ضدها وعايزين يعملوا مش عارف ايه. فأنا بقول الله سبحانه وتعالى حين يقص القصة مش غرض يسلينا، لا، غرض يعلمنا ويدينا عبرة. فلما جه يتعرض بهذه القصة قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ناس بيسقوا وناس بتحوش الماء فيها ما تشربش. طب امال طالعين ليه جايين عند البير ليه؟ ما دام بتحوشوا المشي انها ما تروح ما تشربش، جايين عند البير ليه؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كم جملة دول؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الجملتين دول ادونا بقى قضية المرأة كلها. فكأن في قولهم وأبونا شيخ كبير علة لخروج المرأة للخارج. ما عندناش حد يعولنا. هذا واحد. ولا نسقي حتى يصدر الرعاء، مش الضرورة خلتنا نطلع بره بقينا صبيان ونروح نداحمهم، برضه نستنى لما يمشوا لحالهم واحنا نروح لحالهم. يبقى برضه امرأة حكم آخر. يبقى إذا لا تخرج المرأة خارج البيت إلا لأمرين، ملهاش عائد تبقى معذورة. ادي واحدة. تخرج على قدر الضرورة، مش معنى انها خرجت بقى خلاص ندخل بقى ونقعد على الكافيتيريا ونمشي مع بعض ونحط ايدنا في بعض، لا، الضرورة بقدرها. طب المجتمع الإيماني يبقى موقفه ايه؟ لما موسى شاف الحكاية دي فسقى لهما، يبقى مهمة المجتمع الإيماني إذا رأى امرأة خارجة شيء أن يأخذ بيدها، يشوف لها تقدر شغلتها ويقضي لها شغلتها خلاها تروح. أنا أول ما رحت في سنة 50 مكة كان لي صديق رحمة الله عليه الشيخ عبد المعطي الكعكي، أول ما أنا عرفت هناك، فكان يفوت علي الصبح ياخدني من البيت يوديني الكلية ويجي آخر الظهر ياخدني من الكلية. فاحنا ماشيين مرة خارجين لقى لوح عجين نزل من السيارة، لقى لوح عجين قدام بابه متغطى بقماش، فنزل براجل بجلاد قدره من أعيان، خد اللوح العجين وحطه في في السيارة بتاعته ومشي لحد الفرن، سلمه للفرن للفران يخبزه، على ما يرجع ياخده يوديه مطرحه قدام الباب. قلت له ايه دي؟ قال لي معنى ذلك ان البيت ما فيش فيه الراجل مش هنا، فالولية تحط توضب العيش وتحطه قدام الباب، اي راجل يفوت مهما بلغ قدره ينزل ياخد اللوح العجين يخبزه وبعدين يجيبه ويحطه مطرحه ولا يفتح الباب ولا يودعه بحاجه زي دي. ادي فسقى لهما ثم تولى الى الظل الى اخره. البنت اللي خرجت للضروره وما زحمتش الشبان وخدت الضروره بقدرها، وجيه واحد مؤمن مثلا شال عنها، حينما وجدت فرصه لتعود ادراجها الى بيتها قالت يا ابا تستاجرها. لو حل لها الخروج ما كانتش تنبههم، كانت تعملها حاجه يا ابا تستاجرها ان خير من استاجرت القوي. يبقى اذا تخرج المراه لضروره
ابونا شيخ كبير، الضروره بقدرها، لا نسي حتى يصدر الرعاء، المهمه الايمانيه في الفرد والمجتمع ثقالهما، هي تطلب الخروج من هذا بقوله يا ابت ايه استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. نعم اتحلت القضيه. ثم المراه عاملينها راس حربه بس يدخلوها في لان انا امسكها من الاول، كان من اول ما اتخلقت. ادم كان وياه حواء ولا لا؟ نعم. وفي الجنه. نعم. الجنه دي يعني مش هي الجنه بتاعت، لا، الجنه مكان مهيأ فيها حياه، عشان هم يعملوا تدريب على مهمته في الحياه. التدريب قال له انا اكفيك واقعدك في الجنه تاكل منها اللي انت عايزه، بس ما تقربش من الشجره دي. يبقى التدريب على ايه؟ افعل كذا ولا تفعل كذا، ادي المنهج، مش كده؟ تمام. وبعدين قال له لما جه بقى يخرج قال له انت خدت التجربه وشفت لما ما خالفتنيش عورتك ما ظهرتش، يوم ما خالفتني وكلت من الشجره خرجت بدت العوره. ازاي؟ ايه اللغز ده يعني؟ ازاي يعني؟ لكن لما كان بياكل بامر الله ولا يروحش للشجره كان ربنا عامل له روزيت اكل يديله الطاقه ولا يديش فضلات. لما لخبط كان كبت بطنه، قال لا اوعى تخالف منهج ربنا، انا كان خالفت هتبدو عورتك، فبدات لهما سوءاتهم. لو انت كنت ماشي زي ده ولا حاجه ولا حاجه، ايش مش حاجه كويس. قال له بقى اسمع، انت قعدت في الجنه وجربت، ولما خالفتني ايه اللي حصل لك؟ انا هطلعك بقى بره في مباشر مهمتك، بس احذر ان الشيطان عدو ليك ولزوجتك، واوعى بقى يقدر عليك زي ما هو يطلعك من جنه التكليف، لانه لو طلعك من جنه التكليف عوراتك كلها هتظهر. طيب فلا يخرجنكما، الخطاب لمين؟ ادم وحواء. مش كان يقول فتشقيا؟ قال ايه؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لكن الشقاء والضرب في الارض والكدح بتاعك انت دي هتقعد تلم عليك بس في البيت. شوف من اول الامر كده ستتها. كنت مش فلاحين، ما رحتش فلاحين. نعم. كان لما يجي واحد يتجوز واحده يقول له انت هتستتها ولا هتخرجها؟ هتبهدلها. هتستتها يعني قاعده ست مخدومه كده. هو ربنا قال فتشقى يعني انت تستتها، عشان لها مهمه صعبه قوي، لانها ستتفاهم مع غير ذي عقل، فلازم تريحها. وبعدين خلق لهم الاكل والشرب شركه فيه، وبعدين جاء في الحلي قال دي حرام عليك يا ادم وحلال على ايه؟ الذهب. ايه التدليل ده؟ والحرير. فطيب الاشياء يخصها ده يبقى بيكره ولا بيحبها؟ بيحبها. انما هم مش عايزين كده، هم عايزين يخرجوها فتنه. انا مره قاعد انا وانور السادات والمرحوم الله يرحمهم ممدوح ساد في معهد احتفال المعهد الرياضي، معهد التربيه الايه؟ نعم. البدنيه. احنا قاعدين في اسكندريه، طلعوا فتيان وفتيات. الله، وكان لقيت الفتيان لابسين بنطلونات لحد الاخر هنا، والفتيات لابسين لبس فراشه لحد هنا. تعمل كده الله. وقلت بقول لانور السادات الرياضه تنفع بالطول ولا بالقصير؟ ان كانت بالطويل كانوا لبسوهم كلهم بنطلونات، وان كان بالقصيرين لبسوهم كلهم شورتات. اشمعنى دي واشمعنى دي؟ ولا دي ما فيش فيها مفاتين فداروها ودي كفايه مفاتن تعمل كده المروحه تشتغل خلاص تبان يبقى معموله كلها علشان خلاص الحربه اللي يواجه بها الاسلام. الاغبياء منا بقى. طب انا جالي مثلا قضيه راجل والست بتاعته، الست عايزه تتحجب والراجل مش راضي. لما الراجل مش راضي بقول له انت ده احد الاسئله اللي كنا يعني أيوه. في ذهننا واحنا قادمين لطبيعتك. مش راضي بالحجاب. قلت له والله بستعجب، واحده بتقول لك انا وش دي بس ليك انت لوحدك، انت عايز ليه تخليه للناس كلها؟ قالت لي قول له. اقول لا انا اللي هقول، اصل هو كاشف وشك علشان يشوف المكشوفات الاخريات.
وانت مش مكيفاها. سكت ولا تكلم. واحده بتقول لك انا عايز ابقى ليك انت لوحدك، تقوم تقول لها لا. فالمساله بقى يعني داخل فيها اشياء بقى ايه، اشياء كتير. نعم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.